أعظم كنز ممكن تسيبه لابنك مش فلوس، لكن لحظة بتحكي له عن عمل ربنا. بدل ما تربي ابنك على الخوف من العقاب، ربيه على اتباع الوصية. ربنا ادانا وصية في سفر التثنية وقال: قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس وحين تمشي وحين تنام وحين تقوم. يعني بيتك يبقى كنيسة، مشيتك في الطريق تبقى فرصة لتعليم روحي. حتى قبل النوم فكر في دماغ ابنك ازاي يبقى مع ربنا، وأول كلمة الصبح تكون صلاة ابنك عن إله حي بيشتغل وبيحب. احكي له عن محبة ربنا، عن معجزات يسوع اللي ماشي معانا وتعب عشاننا. ربيه على الإنجيل مش الأوامر، وعلمه الطاعة بحب مش بخوف. ابنك بيتعلم من اللي بيشوفه. يعني انت يا بابا قدوة، قدوة في الصلاة والتناول والاعتراف والعطاء والخدمة. وجودك في الكنيسة هو أعظم وعظة لأولادك. لا تتساهل فتفشل، ولا تقسى فتغضب، لكن امشي على طريق المسيح اللي هو حب وحكمة وحزم. بولس قالها بوضوح: لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين، بل الوالدين للأولاد. ادي ابنك ذخيرة روحية تقويه قدام تحديات الزمن. حول بيتك لبيت مقدس، وحول كل لحظة لفرصة توصل فيها كلمة ربنا لابنك. شارك الريل ده مع كل أب وأم بيحبوا ولادهم بجد، واكتب في الكومنتات: أنا هبدأ النهاردة أحكي لأولادي عن عمل ربنا.